وغتشوفوا معايا الفيديو الحقيقي اللي صورته الكاميرا اللي كانت في الزنزانه ديالو، واللي صورت الهروب ديالو قبل الهروب وبعد الهروب. من بعد الحياة الطويلة في الاتجار في المخدرات، إل شابو تشد في الحبس اللي ما قدرش حتى واحد يهرب منه قبل، حيت هذا الحبس كان فيه واحد السيستيم ديال الحراسة المشددة واللي ما يمكنش تمنمل. وزيادة على هذا الشيء كانت فيه الكاميرا في كل زنزانة وخدامة 24 ساعة على 24 ساعة، ليل ونهار كل يوم طيلة السنة. الكاميرا خدامة وكتصور أي حركة كتصورها، وكانت الزنزانة كلها كتصور من غير واحد القنت اللي ما كانش الكاميرا شاداه، القنت اللي كانت فيه الطواليت وكانت مدرقة بنص حيط، والحاجة الوحيدة اللي كانت كتبان في ديك القنت هي الراس تاع السجين فاش كيكون في الطواليت. هادشي اللي كان كيبان بالنسبة للكاميرا. وزيد على هادشي كانوا ديما الحراس كيدخلوا وتيقلبوها كلشي وتيقلبوا حتى السجين